كل حاجة كانت غريبة من البداية، بس الأغرب هو اللي حصل معايا لما كان عندي 6 سنين. كنت بنت عادية عايشة طفولتها بشكل عادي، بتحب تلعب بالعرايس وتجري مع العيال في الشارع. صحيح، ما عرفتكمش بنفسي، أنا اسمي هنا. عيلتي عيلة غنية جدا، عايشين في بيت كبير. أنا البنت الوحيدة لأبويا وأمي. حياتي كانت مثالية ومش ناقصها حاجة، لغاية ما جه اليوم اللي شفت فيه ولد ملامحه عادية، شعره أسود وبشرته بيضة، طفل مثالي. لا، وكمان في نفس سني. هنا أبويا وأمي قالوا لي إن الولد ده يبقى أخويا، لا ده كمان توأمي، واسمه يوسف. ضاع منهم من ساعة ما اتولد بسبب غلط من إدارة المستشفى اللي اتولدت فيها أنا وهو. أقنعوني إنه توأمي مع إني مش شايفة أي تشابه بينا أبدا. كملت معاه طفولتي، أو بمعنى أصح هو اللي كمل معايا طفولته. كنا بنلعب مع بعض ونتخانق مع بعض ونضحك ونعيط كمان مع بعض. كل حاجة كانت طبيعية. خلصنا الابتدائي مع بعض ودخلنا إعدادي زي أي إخوات توأم. ما شكتش في يوم إن في حاجة غريبة، لغاية ما في يوم غيرت رأيي بسبب كلام حصل بيني وبين يوسف. كنا عندنا 15 سنة، كنت في أوضته بحل واجب معاه لحد ما قال لي أنا مش توأمك ولا حتى أخوكي، أنا بس ولد أبوكي وأمك اتبنوه.